قرار 666 لمجلس قيادة الثورة المنحل. تدرون هذا القرار شنو كانت نتيجته؟ 23,000 مغيب و750,000 عراقي تم تهجيرهم قسريا إلى إيران، تحديدا مشي عبر حقول الألغام عبر الحدود العراقية الإيرانية، تايهين بالضياع إلى المجهول، ما يعرفون مصيرهم شنو راح يكون. خلونا بالبداية نقرأ هذا القرار شنو، ومن بعده راح نتحدث عن تداعيات هذا القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس قيادة الثورة رقم القرار 666، تاريخ القرار 7/5/1980. استنادا إلى أحكام الفقرة ألف من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1980 ما يلي. خلينا نشوف ايش قرر. تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة. هسه هاي الفقرة الأولى بها جانبين. الجانب الأول تسقط الجنسية عن كل عراقي من أصل أجنبي. تحديدا هذا القرار استهدفوا به الكرد الفيليين. طيب أنت على أي أساس يعني تحكم أنه الكرد الفيليين هم عراقيين لكن من أصل أجنبي مو عراقي؟